السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال بيتكرر عليا دايما. مس مروة ابني عقدة حياته الافتر بيفور نمبرز، ما بيعرفش يجيب الرقم اللي قبل واللي بعد. فانا هقول لك فكرة حلوة قوي يحل بيها الرقم اللي قبل واللي بعد، وهقول لك اكتر من فكرة كمان. يعني لو ما ينفعش مع طفلك الفكرة دي نستبدلها بحاجة تانية. اولا الارقام اللي هي عشان الطفل يجيب واتس افتر او ايه اللي بعده سهلة شوية، لان الطفل متعود على الترتيب ايه يعني الترتيب التصاعدي، يعني من الصغير للكبير، فبيطلع بسرعه. يعني عارف يجيب مين اللي بعد الفايف، يقول لك مثلا 6 لانه بيعرف طريقه العد العاديه. طب لو طفل مش عارف، هيطلع على ايديه 5 ويزود عليهم كمان 1. افتر 5 حط كمان صباع ويقول لك 6. طب طفل مش عارف خالص، هنعمل هنا 1 2 3 4 5. او ان انت هقول لك حاجه حلوه، ارسم نقطه واحده هنا وعد بعد الفايف ايه كمان رقم. افتر 5 6 ويكتب. يبقى دي طريقه. هنا افتر 3 هيطلع 3 اصابع والرابع يبقى 4 مثلا. اوكي. افتر 0 ايدك متطبقه، اول ما بتعد بتقول 1. طيب تعالي بقى في اللي هم الرقمين دول هنعمل فيهم ايه. هنا بنبدا ان احنا اصلا ما نديش رقمين للطفل الا لو كنت بدات ان انا اعرفه 1 و 10. طب ما عرفتوش، هقول له الرقم الاول ده بينزل زي ما هو اهو ال1، واللعب كله مع الاولاني بس. ال3 دي هتبقى ايه؟ ال3 لما تكبر تبقى 4 وتكتب 4. خلاص. يبقى لعبك مع الاولاني بينزل زي ما هو، لعبك مع التاني ده اعمل عنده سيركل، انت هتلعب مع ده بس. هتبدا تقول ايه؟ after 8. مين الرقم اللي بيجي؟ after 8 what the number comes after 8؟ هيقول لك مثلا 9. خلاص. هنا بقى ونيجي هنا والطفل يقف. في اطفال كتير بتيجي عند 19 ما يبقاش عارف بعده ايه، 39 ما يبقاش عارف بعده ايه، 49 مش عارف بعده ايه. هنيجي نقول له حاجه، فكره حلوه قوي. اول ما تشوف 9 غيرها لزيرو اهي مكانها اهو. باقي عندك ال1 يكبر يبقى 2. خلاص. يبقى كل ما تشوف 1 هنا كده الرقم اللي بره هو ال9 غيره لزيرو، وال3 تبقى 4. ال9 اهي اول ما تشوف 9 بره كده غيرها برضه اهي، برضه اكتبها لبره كده 0، وال4 تبقى 5. كده اتخلصنا من فكره الايه واتس افتر. المشكله اللي بقى الازليه اللي هي ايه؟ واتس بيفور. يلا نشوف فكره حلوه. تعالي بقى كده في واتس بيفور هتلاقينا هنقول الرقم اللي قبل ال 3 ايه. تلاقي طفلك بيعجز ويقول لك انا مش عارف. كل اللي انت بتعمله انك بتطلع ال 3 دي على ايديك وتكنسل منها واحد عشان يعمل له باك يرجع للي اقل منه اللي هو ال2. ال6 على ايديك وتشيل منها واحد. معرفش يرسم 6 anything اي 6 يعد كده كاونت 6، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيكنسل منهم واحد بس ويعد الباقي. هيتبقى معاه كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى يكتب 5. اوكي. طيب هنا 17 بدأنا يبقى عندنا رقمين نفس فكرة الافتر، بس انت حضرتك هتاخد الرقم الاول تنزل زي ما هو ال1، وال7 دي هنعمل لها باك يعني ترجع تصغر. ممكن نرسم برضو بنفس الفكرة 1 2 3 4 5 6 7 اهي اهو 1 2 3 4 5 6 7. هنكنسل واحد بس ونعد الباقي. الباقي معاك كام؟ هنلاقيه 6. نكتب كده. طيب لو الطفل بقى عارف ان هو يطلع 7 على ايديه يطلعهم ويكنسل منهم رقم، يخبي منهم واحد بس ويكتب الباقي. او ان هو يعمل الفكره دي عشان يبقى قدامه وبعد كده يرجع يمسح عادي. يعني الطفل دايما يبقى استيكته في ايده يحل ويمسح. خلاص. يعمل كده دايما. هنا 43. يلا الرقم الاولاني ده اهو بينزل زي ما هو ال4. انت بتلعب مع اللي بره ده دايما. ال3 هنا بقى لما تقل هتبقى 2 ويكتب 2. او ان هو يرسم 3 ويكنسل منها رقم ويكتب الباقي. تعالى بقى في الرقم اللي فيه 0. مين اللي قبله؟ انت بقى الرقم اللي بره الزيرو ده غيره ل9 اهو، وال3 نعمل لها باك يعني تصغر اهي هتبقى 2. تمام. هنا الزيرو اللي بره ده غيره ل9 حط مكانه 9 كده، وال7 تبقى ايه؟ مش عارف نرسم برضو 1 2 3 4 5 6 7 وكنسل واحد. شوف بقى الباقي معاك كام، عد هتلاقيهم 6. تكتب 6 يبقى 69 70. الزيرو هنكتب مكانه ايه؟ 9. وال2 تبقى ايه؟ طالما الزيرو لبره خده حط مكانه 9، وال2 تبقى ال2 نعملها باك تبقى هنكنسل منها واحد ده يبقى واحد، يبقى 19 20. اوكي. هي دي فكره الافتر بيفور نمبرز، والطريقه الاسهل بالنسبه لك اتبعيها مع طفلك وجربي، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم
ما تنسوش تتابعوني على قناتي على اليوتيوب، سايبه لكم اللينك في البايو، وهي بنفس اسم قناه التيك توك التاسيس مع مس مروه. هتبسطها لك فيها فيديوز كورسات كامله في قوائم التشغيل، كورسات كامله تقدري تتبعيها خطوه خطوه مع طفلك. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.